لقاء ثلاثي هو الأول منذ وصول أبي أحمد للسلطة. السودان وجيبوتي الحليفان التقليديان لإثيوبيا لم يكن الاتجاه نحوهما بقدر الخطوات التي قطعتها إثيوبيا نحو كل من إريتريا والصومال، الأمر الذي ولد انطباعا بأن حلفا جديد يتشكل في المنطقة. إلا أن هذا اللقاء بدد هذه التكهنات وأكد جدية إثيوبيا في القيام بدور مركزي ضمن قرن إفريقي متكامل. نحن في جيبوتي، إريتريا، السودان، كينيا لسنا أصدقاء بل عائلة واحدة، ولا بد من أن نعمل سويا لنتطور سويا. يجب ألا نصغي للمغرضين الذين يسعون للتفريق بيننا. معا سنغير المنطقة ونكون نموذجا يحتذى في إفريقيا. السلام والتنمية في المنطقة قاطرة يجرها التكامل الاقتصادي، فلسفة تسعى إثيوبيا باعتبارها الدولة المحورية في القرن الأفريقي إلى تعزيزها. وهذا المشوار بدأ فعلا منذ سنوات عندما ربطت إثيوبيا نفسها بكل من السودان وجيبوتي بمشاريع استراتيجية ضخمة لا يمكن التخلي عنها مهما تغيرت الحكومات، والفلسفة نفسها يجري تعزيزها مع إريتريا والصومال. حضور عدد من قادة دول شرق إفريقيا إلى مدينة جمة والمشاركة في افتتاح مشاريعها انعكاس لجهود أبي أحمد في تعزيز العمل الجماعي مع دول المنطقة، وهو أمر إيجابي سيسهم في تحقيق الوئام والسلام. تقود إثيوبيا منذ شهور حراكا إقليميا يسعى إلى إعادة تشكيل منطقة القرن الأفريقي بحيث تختفي منها سياسة المحاور ليتم تحويلها إلى حلف يضم الجميع وتتشارك دوله بكافة المصالح. وكانت إثيوبيا قد شهدت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قمة ثلاثية لقادة إريتريا والصومال وإثيوبيا، كانت الثانية خلال شهرين، بينما ناقشت القمتان التطورات الإقليمية ونتائج اتفاقية السلام والتعاون